شيكابالا. شيكابالا كان ادي البنت الصايعه دي مذيعه انتوا عارفينها اهي صابر عشان اهي لا مش قناه زمان صورة كده يا جماعه ايه صوره كده مع الكلب بتاعي ايه ده؟ مين ده؟ خلاص مين اللي مسح بكرامات الارض؟ انا بقول لكم ايه الشغاله ده موال اوريكم اللي كذاب كذاب وما وصلش اللي انا عملته له هو متآمر مع ممدوح عباس اوريكم انه كذاب بالورق والقلم بالمستند عيل كذاب وده لما يشيل جميل اللي رجعه من التراب ها اتأمر عليه. كان في بطولة عربية بسرعة كده بقى بطولة عربية في السعودية أول فريق لعبناه فريق تونسي على ما أعتقد غلبناه 4 مش كده كان فريق تونسي هو مش كده 4 فيها مشكلة دي لا خالص طلع بقى التلفزيون السعودي انا مش لاقيين ناس احنا غلابه لا نطلع ميتينهم هنا ده انا اللي هطلع ميتينهم هم يا كذاب ها ده انا جايبك من الطرف ده احمد سليمان استقال لما شافك في مكتبي انت ومدحت العدل واخوه جمال والواد اللي اسمه عمرو الجنايني وقال لي اصل شتمني في فرح هترد قلت له مش هترد اللي يدخل مكتبي مش هترد كان المحافظ قاعد تمام وجا الاستقاله بعدين رجع في الاستقاله وعيط مش مشكله دي قضيه ثانيه انا بكلم احمد سليمان والاحكام اللي عليه رخ ما هو كل حاجه بالاحكام دلوقتي بس انا اللي بطلع ده سب وقذف يا باشا مش مخل بالشرع لا والواد التافه تاني الشادي اخو الملحد اللي بيقول لك مرتضى بيقول مش هنزل الانتخابات عشان ممنوع هجيب لك الفيش التشبيه بتاعي اخر انتخابات اخر اللي هي فاتت دي تمام والحاجه اولاد قالوا لي اوعى تنزل مكتوب كده لا شيء هجيبه لك الاجتماع الجاي لا شيء يعني اقدر انزل الانتخابات وابقى رئيس نادي محدش عارف يكسبني واديك بكسبه انت واخوك يا كذاب عمل ايه بقى؟ حرض اللعيبه ما تنزلش التمرين الصبح ميدو موجود وانا ليه بعذر ميدو في اللي بيعمله؟ قلت له ابعد يا ابني انت دلوقتي على المسرح واخد بالك انت اللي هتتهري شتيمه برضه ايامي كان بيتصدر كلمني الصبح قال لي تمرد من اللعيبه رفضوا ينزلوا التمرين ده شغاله ليه؟ اللي انا جايبه بالطرق اللي بعد ما المفروض جايب الاسماعيلي يعتزل اللي مش قادر يجري ده مش قادر يقف المهم